تعالوا نشرب فنجان القهوة ده سوا واخدكم معايا في حكاية النهاردة دخل عليا عميل عايز يعمل ستارة بروفة لمحل لبس، وبصراحة أنا بحب الشغل ده، الشغل اللي فيه شوية مرمطة كده، بس في الآخر بتلاقي نفسك عملت حاجة حلوة، لأن الزبون بيبقى داخل وهو متخيل شكل في بس هو نفسه مش عارف الشكل هيطلع عامل ازاي. وهنا العميل كان بيشرح لي المكان اللي هيركب فيه البروفة. طبعا كنت بعاين المكان وباخد المقاسات وبشوف الستارة هتركب فين. هنا كان بيشرح لي المكان اللي هتركب فيه الستارة. اتفقت مع العميل وخدت المقاسات. طبعا مفيش وقت، ركبت المكنة بتاعتي وقلت اروح اجيب القماش لان الحكاية لسه ما خلصتش، دي كانت لسه اولها. اجمل ما في الشغل انك كل يوم بتلف وبتتعلم حاجة جديدة. حلاوة الشغل مش في الرزق بس، حلاوته في الناس والطرق اللي بتتفتح لك كل يوم. طبعا جبت القماش وجبت الطلبات اللي هنستخدمها، وهنا بقى تيجي متعة الشغل، انك تاخد الفكرة اللي في دماغ الزبون وتبدأ واحدة واحدة تخليها في دماغه حقيقية. وانا بصراحة بحب اللحظات دي جدا، اما تبقى الحاجة وهي مجرد قماش وفكرة وبعد شوية شغل تلاقي شكلها بدأ يظهر. يمكن اللي بيتفرج على الفيديو يشوفها ستارة وخلاص، لكن احنا عارفين ان وراها شغل، تفكير ومرمطة حلوة كده، بس واحدة واحدة الشغل بيبدأ يظهر. وهنا انا خلصت الستارة وبدأ الشكل يظهر معايا. بص، هي بالنسبة لك ستارة صغيرة وحاجة تافهة، بس انا بالنسبة لي بتفتح مجال شغل، تبني علاقة مع الزبون لشغلانة اكبر منها. وانا طبعا بحب الشغل اللي كل يوم فيه حاجة جديدة، لان مهما اتعلمت لسه قدامك فيه حاجات كتير هتكتشفها. وانا مش بحب اوريكم الشغل وخلاص، بحب اخليكم تعيشوا معايا اليوم من اوله لاخره. يمكن اللي قدامكم دلوقتي مجرد شغلانة، بس بالنسبة لي كل شغلانة وراها حكاية وناس وتجربة جديدة. ومع الوقت بتكتشف ان شغلك مش بس بيكبر رزقك، ده كمان بيفتح دماغك وبيكبر خبراتك. انا لسه بتعلم ولسه عندي حاجات كتير نفسي اعملها، وان شاء الله تشوفها معايا واحدة واحدة. وطبعا كده بدأ الشغل يظهر معايا، بدأت الستارة تظهر معايا واحدة واحدة. طبعا اكتر حاجة تعبتني في الموضوع ان في النص الحامل ده بيركب في السقف، لان الستاره حرفيا اللي معايا. طبعا اضطريت اخرم في السقف وعلق الزاويه بسلسله. في ناس كتير هتفهم انا عملت كده ليه. وطبعا في وسط كل ده لازم فنجان القهوه اللي جابه العميل علشان نعرف نكمل المرمطه للاخر. طبعا لو انت مش متابعني اعمل متابعه هنا علشان يوصل لك كل فيديوهاتنا ويوصل لك كل جديد في الشغل معانا. كل مرحله وشغلانه جديده اخدكم معايا فيها، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا ويوفق الجميع. وعايزك اهم حاجه تصلي على النبي وما تنساش تعمل متابعه. طبعًا في ناس كتير بتبعت لي من برّه المحافظة بتاعتي، بس إن شاء الله بإذن الله في أقرب وقت هنقدر نوفّر ده. وفي الآخر أجمل حاجة بالنسبة ليّا مش إني خلّصت الشغل، أجمل حاجة إن العميل يشوف الشغلانة بعد ما تخلص ويقول هو ده اللي أنا كنت عايزه. ودي حكاية النهارده، شغل بسيط والحمد لله طلع زي ما الزبون كان متخيّل. ويالّا بينا نشوف الستارة طلعت عاملة إزاي. وده كان شكلها بعد ما خلصت. وهنا انا كنت واقف مع العميل بقول له فيها اي ملحوظة. طبعا لو فيها اي ملحوظة هنعدلها، لان اهم حاجة راحة الزبون. وطبعا هنا انا كنت بعرف الزبون ان الستارة بتفتح على الجنبين، طبعا لان دي بروفة محل. عايزك بقى لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل متابعة وتصلي على النبي، اهم حاجة تصلي على النبي. وده كان فيديو النهاردة، واشوفكم الفيديو الجاي، سلام.